دائما 0-0. مشات كرة سريعة. سعيد فتاح يقدم الدعم لرفاقه من الجهة اليسرى. مشات كرة ليونس الحواسي. ما زال الكرة عمر نجدي. الحكم يمنح ضربة جزاء للوداد. ضربة جزاء للوداد في الوقت البدل ضاع في الوقت الميت من الجولة الأولى. عمر نجدي والحكم ينذر زهير فضال. أظن زهير فضال يتلقى البطاقة الصفراء وضربة جزاء للوداد في الدقيقة الأولى من الوقت المضاف المقدر في دقيقتين. أكيد أن الإعادة أكيد أن الصورة ستعكس صحة قرار حكم المواجهة. هنا الإعادة كرة عمر نجدي كان في تدخل. هنا الكرة الأولى وهنا الكرة الثانية لعمر نجدي مشابه وكان تدخل واضح وضربة جزاء واضحة للوداد البيضاوي. قرار تحكيمي سليم للحكم عبد الرحيم اليعقوبي. أكيد أنه يقود مباراة ممتازة جدا خلال جولتها الأولى. حكم المواجهة ضربة جزاء للوداد بوبلي أندرسون أليني في تنفيذ ضربة جزاء أمامه عصام بندا. بوبلي أندرسون أليني الذي يبحث من خلال ضربة جزاء أمامه عصام بندا على التحليق بعيدا عن السير. بوبلي أندرسون أليني النجمة الأولى تسطع في سماء المركب الرياضي محمد الخامس عبر الإيفواري الموهوب بالفترة اسمه بوبلي كونيته أندرسون أليني. صفته الهداف الأول بالبطولة الوطنية من خلال الجولة الأولى لمباراة الوداد الفتح الرباطي. ضربة جزاء لن ينفذها إلا اللاعبين الكبار. عصام بندا كان مجهود كبير جدا إلا أنه الطريقة اللي سدد بها الكرة بالمشط القدم يضعها في مرمى الحارس عصام بندا. هدف ل0. ثواني قليلة جدا ويعلن الحكم عن نهاية الجولة.